عندك باسبور مغربي بغيتي تسافر لشي بلاد ما تحتاج ليها لا فيزا لا والو، بغيتي تمتع فيها اكثر وتكون رخيصه، تصنت شنو غادي نقول لك. ماليزيا ما غاديش تحتاج ليها فيزا لمده 90 يوم، يعني ممكن انك تمشي ماليزيا وتسرك فيها لمده 90 يوم بلا فيزا. كيفاش غادي دير؟ اول حاجه غادي تشري الطياره من المغرب لماليزيا. الطياره من المغرب لماليزيا الثمن ديالها ما بين $700 حتى $1000 الا كانت غاليه. بالنسبه للسكن، السكن ابتداء من $10 الا كنتي بوحدك. الا بغيتي شي حاجه بلا بيسين وبالفطور غادي تخلص $30. ننصحك انك تخلص $30 وعندك لا بيسين وبالفطور، لان الفيو تيكون شي حاجه واعره. بالنسبه للماكله، ممكن انك تخسر نهار كامل $10. الا كنتي وكال ولا شي حاجه راه تخسر حتى $20. جميع المأكولات اللي كاينه في ماليزيا عباره عن مأكولات حلال. بالنسبه للتنقل في ماليزيا ممكن انك تخسر ما بين $7 للفوق، ولكن الا كنتي في العاصمه كوالالمبور تنصحك انك تستعمل الحافلات، لان الحافلات تما بالمجان، او انك تستعمل المترو. ولا كانت عندك الرخصه ديال السياقه، احسن حاجه ننصحك بها وهو انك تكري طوموبيل، وكون متاكد بانه الا عندك بيرمي مغربي وما ممكنش انك تسوق به في ماليزيا، خصو ضروري يكون بيرمي انترناسيونال. اما بالنسبه لرحله ديال 3 اسابيع في ماليزيا ممكن انك تخسر فيها ما بين $1000 حتى $1500 الا كنتي بوحدك. الا كنتو جوج ديال الناس غادي تخسر ما بين $2000 حتى $2500. ولكن الا عشتي الحياه ديال الرفاهيه كنت متاكد بان المبلغ غادي يوصل حتى $3000، لان الثمن تيختلف على حسب الطريقه